أهلا بكم. لو بتعاني من ريحة العرق وده مسبب لك عدم الراحة والقلق دايما، لو عايز حاجة تقضي نهائيا على ريحة العرق السيئة ومش مجرد حاجة مؤقتة تحطها وترجع الريحة تاني، يبقى الفيديو ده ليك. جايب لكم النهاردة أفضل علاج فعال بيقضي نهائيا على ريحة العرق السيئة وكمان ما بيسدش المسامات، يعني آمن 100%. هقول لكم عليه، لكن انزلوا الأول دوسوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. جايب لكم النهاردة علاج، وخد بالك من كلمة علاج، مش مجرد حاجة مش مضمونة أو مش متجربة، لأ دي حاجة مضمونة 100%، وكمان علاج يعني آمن على الجلد. ايه هي؟ حاجة اسمها ديرماتين كريم وجراميسين كريم. وقبل ما تنزل تشتريهم وتستخدمهم اسمع الفيديو للنهاية علشان تعرف هما بيشتغلوا ازاي وبتستخدمهم ازاي، علشان تكون فاهم مش حافظ. مبدئيا كده لازم تعرف ان سبب الريحة السيئة اللي بنشمها مش سببها العرق نفسه، لأ يعني العرق نفسه ريحته مش وحشة. طب ايه اللي بيخلي ريحة العرق وحشة كده؟ حاجة اسمها البكتيريا او الفطريات، والحاجات دي بتحب الاماكن اللي كلها عرق وكتمة ومدارية علشان تنمو فيها. علشان كده تلاقي ان الريحة دي بتشمها تحت الابط اكتر، يبقى الريحة الوحشة دي بيكون سببها البكتيريا او الفطريات. وبكده يكون علاج الموضوع ده سهل. هنستخدم جراميسين كريم وده اللي بيقضي نهائيا على البكتيريا، ومعاه ديرماتين وده اللي بيقضي نهائيا على الفطريات. بتدهن من النوعين مرتين الصبح وبالليل تحت الابط او ما بين الفخدين لو المنطقة دي بتعمل برضو ريحة مش كويسة. جراميسين وديرماتين متوفرين وموجودين في اي صيدلية وسعرهم رخيص جدا. الجراميسين ب 14 جنيه والديرماتين ب 7 جنيه، يعني اجمالي 21 جنيه، وهيكفي معاك فترة طويلة ممكن توصل شهر ب21 جنيه. في حين لو انت استخدمت مزيلات العرق العادية، اولا معظمها مضر وغير امن على الجلد، وبعضها ممكن يسبب والعياذ بالله سرطان الجلد. ثانيا مش كلها فعال، في كتير منها مفعوله ضعيف، كلها ساعة او 2 والريحة الوحشة ترجع تاني. ثالثا اللي فعال منها وكويس بيكون سعره غالي جدا وما بيقعدش فترة طويلة، عايز كل اسبوعين علبة مثلا، يعني محتاج ميزانية. يبقى الجراميسين وديرماتين افضل حاجة ممكن تستخدمها للقضاء على ريحة العرق السيئة. وممكن تضيف العلبتين على بعض، وممكن تخلي كل علبة لوحدها تاخد جزء من دي ومع جزء من دي وتدهنها مع بعض. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زر الاعجاب واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما قلتلكم في كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب برضو معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدموش اي حاجة غير لما ترجعوا للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.